عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام. اليوم اللي باين من أوله، من الآخر كده تحس كده اللي هو في حاجات بتحصل معينة، مش حاجة واحدة، عشان بس ما نبقاش اللي هو بنتلكك كذا حاجة ورا بعض تحسسك بالقلق كده. اليوم ده مخبي لي ايه؟ ألف وارجع تاني، أروح أنام، صح؟ تبقى قلقان. بنتعامل ازاي بقى في الأيام دي؟ يعني في ناس بتستخبى، بتفضل ان هي تستخبى. أنا هخليني في حالي، هروح اوصل على مكتبي استخبى، ما اتعاملش مع اي حد، عشان اليوم ده ايه، يعدي على خير على قد ما نقدر. في ناس بتحاول تواجهه بالضحك، يعني تقعد تتريق على نفسها، ده انا حصل لي وحصل لي وحصل لي، ليه؟ عشان ما تتأثرش مثلا واليوم يقلب معاها ايه، يتقفل كده من اوله. بتعمل انت ايه في الايام دي؟ في انهي يوم؟ اليوم اللي مش ما بعاندش بقى مع اليوم. يعني عامه ده في اي حاجه، يعني اضرب كمان اضرب كمان، يعني في الشغل او في قعده او في ايا كان، لما بحس ان النهارده اليوم مش يومي، حتى لو بلعب لو بلعب كوره، لو بلعب اي حاجه او بعمل اي حاجه وحاسس ان هي مش ماشيه معايا، دايما في حاجه كده بلغه الكوره دايما يقول لك العب السهل. مفهوم. يعني ايه العب السهل؟ يعني ما تصعبهاش على نفسك، ما تصعبهاش، هي مش جايه النهارده، فانت سلم واستلم عادي. وبتحصل على الهوا وبتحصل في قعدات، وفي ايام بتحسي ان ربنا صارف لك اي حاجه بتطلع من بوق، بتلاقي الناس يعني موضوع ماشي معاكي، هو اليوم بتاعك بالظبط. فانت هنا لا اعملي اللي انت عايزاه بقى، تقول نفس النكته ما حدش يضحك عليها. لا في ايام انت بتبقى مش فكره النكته على قد ما انت فعلا طاقتك وانت بتتكلم بتبقى مختلفه، ما بتبقاش قادر، بتحس ان الموضوع طالع منك مش شيق، بتحاول ان انت تكروته عشان هو مش يومك. فما تحاولش قوي ان انت تعند معاه، عشان احيانا بيجيب نتيجه عكسيه اكتر. فلا انا بمشيه الصراحه في السيف سايد منه، يعني اللي هو خليني جنب الحيط يعني ما فيهاش، مش محتاج ان النهارده ما هو مش يومي، مش اثبت حاجه، مش عايزه اثبت حاجه بالظبط. انا عايزه اليوم يعدي زي ما يعدي، عشان انت ما تتخزلش. بتبتدي تحسيها عامه من بدايه اليوم، خصوصا في الشغلانه دي انت بتقيسيها من وانت على الهوا مثلا، حاسه ان النهارده اليوم مش يومك، خلاص هنلعب، هرد مش على قد السؤال، بس هرد في المتناول. يعني هنحاول نلصمها، بتحاولي تلصمي اليوم عامه. لكن في ناس دايما احيانا للاسف بتعند مع اليوم، فبتبتدي اللي هو تتك عليه شويه، فتلاقي ان اليوم داس عليها اكتر، صح. فبحس اللي هو لا، انا مش عايز اروح في الحته اللي انا اليوم يدوس عليا، خليني حتى لو هو مش الدنيا مش مبتسمه لي النهارده، لا عادي مفيش مشكله، عادي انا ابتسم لها واسيبها تعدي زي ما هي، ومفيش مشكله، مش عايزين نتخانق مع بعض خالص، نسيب الدنيا تعدي كده. انتوا بتعملوا ايه بقى في الايام دي؟ الايام اللي وانتوا بتعملوا ايه وبتحسوها منين؟ يعني في ساعات كده بتحسها ان انت في اشارات كده معينه بتقول لك اليوم ده باين من اول بالظبط. غصبا عنك ممكن تبقى صاحي الصبح زي ما بيقولوا كده على لغه الاطفال، يقول لك منيق، تبقى صاحي كده المود مش الطف حاجه، فجاه تيجي تفتح الحنفيه تغسل وشك عشان تفوق، تلاقي ان الميه قطعه مثلا، تركب الاسانسير تلاقي ان الاسانسير معلق، هتاخد الادوار على رجلك، ما عنديش مشكله، هتيجي تركب العربيه هتلاقي العربيه زي الفل فيهاش اي حاجه، بس في شخص بس للاسف ما كانش عنده دم شويه، ساب العربيه صف تاني وقفل عليك مثلا. بيبقى في شوية حاجات كده عمالة بتكر في بعض، وللأسف الحاجة لما دي بتحصل بتكر حاجات تانية وراها، صح. فأنت بتبتدي تحس له هو ده يوم باين من أوله. دايما الجملة دي بتتقال، ودايما الجملة دي حتى لو ما قلتهاش بصوت عالي هي بتعدي على ذهنك كده، بتقولها بينك وبين نفسك. بيبقى فيه اللي هو ففي نوعين من الناس استيعاب كده، في نوع يقول لك لا انا مش هسيب الدنيا تغلب، انا ما بحسش بقى ان انا مش هسيب الدنيا تغلبني، وانا محتاج ان انا لا خلاص عادي مفيش مشكله، ولا تغلبني ولا اغلبها ولا اي حاجه، نمشي الموضوع ايه، حبيني كده عشان خاطر اليوم يعدي على خير. وفي ناس تقول لك لا انا هفضل، انا هتحدى اليوم ده لحد ما اثبت ان النهارده اليوم يوم، واعمل اي حاجه حلو، يعني اطلع بحاجه من اليوم ده، صح. انجز اي حاجه، او في حاجه تحصل لصالحي على الاقل، عشان يبقى ايه اليوم يومي. وفي ناس تانية بتبتدي تكافئ نفسها بعد ما اليوم تكون هي حست ان اليوم غلبها خلاص وما فيش اي حاجه، بالليل بقى يقول لك ايه، لو انا عامل دايت فهبوظه، انا دلع نفسي بقى اليوم الغريب اللي عدى عليا ده، انا محتاجه اكافئ نفسي بحاجه عشان احس ان انا خارج من اليوم ده منتصر باي شيء، يعني بالزبط. في انتصار كده بيني وبين نفسي، اللي هو
انا عملت حاجه بسطتني قبل ما اخش انام عشان ما بقاش اليوم كله يبقى قاسي يعني عليا. وحاول الحاجه اللي تبسطك دي تبقى حاجه بسيطه يعني ما تصعبهاش قوي، عشان لو صح. مش متاحه هتبقى بقى اللي هو يجي لك انهيار بقى. صح. لو مفيش اي حاجه ماشيه النهارده يعني، حتى لما عوزت ادلع نفسي شويه حتى دي مش شغاله. في حد بعد بيقول لنا انا اليوم اللي بحس ان هو اليوم مش بتاعي وباين من اوله بخلي سقف الطموحات بتاعي اوطى شويه من العادي، مش لازم كل حاجه تمشي مثاليه في اليوم اللي باين من اوله محتاج اني اعديه على الهادي، لو عدى من غير اي خسائر ده في حد ذاته انجاز. طبعا بيبقى فيه بقى حاله من الرضا، نزود احساس الرضا زياده عن لزوم اليوم ده والله بجد، اللي هو عشان نتبسط بالحاجه لما تعدي طبيعي. الحمد لله. في حد بيقول انا عامه مش بتفاعل مع كل حاجه في الايام اللي زي دي لان اعصابي بتكون متوتره، اي حاجه صغيره ممكن تكهربني، الحل اني بطنش وبتجاهل، فبلاش تتفاعلوا مع كل حاجه بتحصل في اليوم وحافظوا على طاقتكم وابقى تفاعل في الايام التانية، عندك ايام تانية تتفاعل فيها بالزبط. براحتك، ما حبكتش النهارده. في حد بيقول مش لازم تقاوم احساس ان اليوم غريب، اعترف بينك وبين نفسك ان اليوم ده محتاج تعب زياده، وقرر انك مش هتسيب اليوم يكمل من غير ما تغيره للأحسن. دي مدرسة مثلا أنا بستصعبها في الأيام اللي زي دي، يعني أنت بتقول لا اللي هو اعند مع اليوم ومش لازم تقاوم إحساس إن اليوم غريب، اعترف بينك وبين نفسك إن اليوم ده محتاج تعب زيادة، وقرر إنك مش هتسيب اليوم يكمل من غير ما تغيره للأحسن. يعني مش بص هقول لك حاجه، دي بالنسبه لي طاقه بقى، طاقه يعني ما هي تحدي بقى، نروح لحته معينه مفيش مشكله، بس احنا قلنا في طريقه شبهها شويه ان انت اخر اليوم تعمل حاجه حلوه، اللي هو تقفل اليوم بطريقه حلوه، تاكل اكله جميله كان نفسك فيها، تقابل حد من صحابك كان وحشك، تتفرج على فيلم كوميدي مثلا تقعد تضحك كده وتقفل اليوم بمود لذيذ، يعني دي بتبقى حلوه. انما تقعد طول اليوم تحاول، طبعا في ناس بتعمل كده نشجعهم طبعا، لو انتوا عندكم الطاقه دي ما فيش مشكله، بس للاسف ساعات بتقلب بنتيجه عكسيه، اللي هو not only but also. يعني انا حاربت اليوم خلاص يعني جاب اجل. انا عاجبني ايه بتقول في عندنا حاجه اسمها الفيفوريت بيرسون او الشخص المفضل، عامه كمان ده دوره بيكون مهم جدا في اليوم، انه يحاول يستوعبني ويهديني ويحتويني، فبيكون احسن حاجه ممكن تحصل في اليوم، سواء بمقابله او حتى بمكالمه لو مش عارفين نتقابل. ده بيبقى حلو جدا ومفيد جدا. ساعات بقى اليوم بيفاجئك ان الشخص ده مش فاضيلك اليوم ده، او هو نفسه مش في المود، يعني جبتك يا عبد المعين. بس هقول لك على حاجه، فاهم قصدك ايه، هو ممكن ما يبقاش في المود، هو مش عارف ينفع نفسه بس هو بيعرف ان هو يحل لك مشاكلك وانت مش عارفه يعني، وانت ممكن تحتوي مشاكله. ممكن والله حقيقي. يعني الشخص ده ممكن يكون ده الحب الحقيقي، ده يعني يبقى عندي مشاكل الدنيا ويجي الشخص ده يحكي لي عن مشاكله استوعبها. وفي اوقات كتير والله بيجي لك الفيفوريت بيرسون ده او الشخص المفضل عندك ده وتقولي تعالى يا عم انت، ده انا يومي النهارده كان صعب، ده انا محتاج، يقول لك ده انا والله ده النهارده مش بيعلق عليك، بتفضفضوا يعني، فيقول لك بقول لك ايه، طب ما تيجي نتقابل بالليل نصايه كده، نحط همي على همك، نحط مشاكلنا على بعض كده ونقوم حاطينهم على بعض كده واكلينهم نص انا وانت مع بعض كده، اللي هو خطيرة. فاهم قصدي؟ تحسوا بالانتصار كده، بتبقى فيها حتة لذيذة كده الصراحة، وبتقربكم كمان اكتر من بعض. لو اليوم اتقفل وانا بره البيت برجع وما بكملوش، ولو اليوم اتقفل وانا جوه البيت بطلع بره اعمل اي مشوار. حلو. هي بتكسر عتبة من الاخر. فاهم قصدك جدا. لو في البيت بسيب البيت، لو بره برجع يعني، اللي هو انا مش قاعده معاك في نفس الاحداث دي. حلو. كنتم مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي